السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل الفتة المصرية بالخل والثوم والصلصة بمنتهى السهولة. فتة العيد. تعالوا نشوف معايا ايه. كيلو لحمة، معايا مصورة، معايا سمنة بلدي وزيت، معايا هنا بصلة 4/4 معلقة سكر، فلفل اسود حبهان ورق لوري زي ما هما صحاح، ومعلقة ملح و2 فص مستكة. وطبعا معايا 2 كوب رز عيش ناشف للتحمير، والرز هحط معاه مستكة ومعلقة خل. وطبعا الصلصة معايا طماطم معصورة ومتصفية، ومعايا ملح وسكر وكزبرة ناشفة وفلفل اسود وخل وشوية توم مهروسين حلوين كده علشان يدوا نفس حلو للصلصة. تعالوا بينا نسلق اللحم. طبعا المية غليت، هنزل بالماسورة واللحمة اي كمية انت عايزاها، بس اهم حاجة هنا معايا هي الماسورة اللي هتديني شوربة حلوة قوي. طبعا نزلت باللحمة كلها وهسيبها لما تغلي علشان انتوا عارفين ممكن يطلع ريم. هشيل كل الريم، وزي ما انتوا شايفين ما حطيتش اي توابل، ما حطيتش بصلة حتى، لغاية لما اصفي المية بتاعتها خالص من اي ريم. وهبتدي احط زي ما قلت لكم البصل والسكر والفلفل الاسود. ليه بحطه صحيح؟ علشان ما يغمقش الشوربه معايا، لكن لو حطيته اللي هو الناعم بيغمق الشوربه معايا، فانا عايزه الشوربه هنا معايا فاتحه. هبتدي اعمل الاول العيش عندي هنا مقرمش، قطعته زي ما انتوا عايزين التقطيعه بتاعتكم العاديه، وحطيت عليه السمنه وشويه زيت وسبته الناحيه التانية يتحمر. وهبتدي اعمل معاكم الصلصه. حطيت سمنه طبعا بلدي على زيت، ونزلت بشويه توم حلوين. صلصه الفته بتبقى عايزه شويه توم حلوين، معلش بتبقى حلوة برضو. وبعد ما ما خدت معايا لون بسيط، ما بخليهاش تغمق علشان ما تمررش، نزلت بالخل. وبعد الخل نزلت بعصير الطماطم. وطبعا حطيت التوابل بتاعتها اللي هو ملح وسكر وكزبرة ناشفة وفلفل اسود. وهسيب الصلصة تستوي على عين التانية. هبتدي اعمل الرز، برضو نزلت بشوية الزيت اللي هيفلفل معايا الرز ومعلقة السمنة البلدي الحلوة، ونزلت بفصين مستكة بيدي طعم حلو قوي قوي للرز، جربيه مش هتندمي. ونزلت بكمية الرز اللي انت عايزاه، انا هنا عاملة كوبايتين. وهبتدي احمر الرز كويس جدا على بال لما المية تسخن معايا في الكتل. ونزلت بكمية الملح المظبوطة لكوبايتين الرز، يعني ما بكترش الملح قوي. وخدي بالك هنا معايا الشوربة شغالة والعيش ومعايا الصلصة وبخلص في الرز. المية لازم تنزليها على الرز سخنة علشان ما يعجنش منك، لو حطيتي مية ساقعة ويقعد يغلي ويعجن لا. شوفي كمية المية قد ايه وما تكتريهاش علشان الرز يطلع معاكي مفلفل. هظبط ميته واسيبه يغلي شويه، وبعد كده هقولك على المعلقه السحريه اللي هي معلقه الخل اللي هتخلي الرز معايا فاتح وشاهق كده، والرزايه بتبرق بتلمع. هسيبه بس يغلي هيشرب شويه، وبعد كده هحط معلقه الخل اللي قلتلك عليها عشان هيخلي الرز معايا فاتح. كله تمام، كله بيستوي كده. الفته معايا تعتبر خلصت خلاص. خلاص العيش اتحمر والصلصة خلاص داخلة في السوا، والرز خلاص كمان بيتشرب معايا. وهشوف تاني اللحمة اخبارها ايه. اللحمة خلاص داخلة معايا في السوا، انا بشوفها وعايزة اوريكم كمان ان هي صافية معايا خالص ورايقة. واحلى شوربة تاكليها اللي هي اللحمة اللي بتنزل في مية مغلية مش المتشوحة، نفسها بيكون احلى. زي ما انتوا شايفين هاخد معلقتين من الشوربة الحلوة ديت، هنزل بيهم على الصلصة علشان يدوني طعم حلو جدا، عشان كمان اخف بيها الصلصة ما تبقاش تقيلة. الرز خلص كمان معايا وزي ما انتوا شايفين مفلفل، والعيش اتحمر خلاص، واللحمة خلاص هبتدي احمرها في شوية زيت برضو ومعلقة سمنة بلدي عشان تديها نفس حلو. وحمري تحميرك العادي، وبعد ما بتتحمر طبعا بحط لها ملح وفلفل اسود. بعد ما تتحمر، في ناس بيحبوها محمرة وفي ناس بيحبوها مسلوقة، اللي انت عايزاه اعمليه، ده اكلك انت وذوقك انت. وعايزه اقولك كمان ان انت لما بتجيبي العيش المحمص بيكون احسن في التحمير، وبيفضل العيش معاكي حلو ومقرمش. بلاش العيش الطري، لان مهما حمرتي فيه برضو بيدي طراوه شويه، فافضل لك ان انت تجيبي العيش المحمص اللي هو المفقع العالي ده. خلصت خلاص اللحمه معايا، تبلتها بالملح والفلفل، وهبتدي ارص صينيه الفته. عندي هنا العيش متحمر حلو قوي، انزل عليه بكبشة واحدة بس من الشوربة، وكمان كبشة من الصلصة علشان تطعم لي العيش وتخليه حلو. ما تكتريش في الشوربة عشان ما يعجنش معاكي، انا عايزة العيش يقرمش معايا وانا باكل الفتة. احنا بنحبه كده، احنا مش بناكل فتة مبلولة، لا احنا عايزين العيش ليه طعم والرز ليه طعم. ولما يكون العيش مقرمش هتحسي
العيش لوحده والرز لوحده. نزلت كمان بالرز، واحط كمية الرز المعقولة، يعني مش بكتر الرز قوي برضو. وبعد كده بعد ما بساوي الرز بنزل عليهم برضو بكبشة كده عشان اطعم الرز معايا، بكبشة واحدة بس من الشوربة. هحط الصلصة بتاعتي، احلى صلصة احلى فتة. وبعد كده برص اللحمة بتاعتي. وجربوا الطريقة دي مش هتندموا. اهم حاجة الماسورة بتدي طعم حلو قوي للشوربة. ادي طريقة الفتة المصرية بمنتهى السهولة وعلى اصولها وبكل تفاصيلها. ما تصعبيش الدنيا عليكي، هم شوية خطوات وهتطلعي بأحلى صينية فتة. وكمان بحط جنبيها شوية صلصة وشوية شوربة، ومعاهم كمان من جوه لحمة مسلوقة عشان اللي يحب كده ياكل واللي يحب كده ياكل. ويا ريت اللي أول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب، وتستنوني في فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.